السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم بيبو أبو راق من قناة بيبو جيمر. إن شاء الله في هذا الفيديو بتكلم عن سر خطير جدا في لعبة كلاش اوف كلانز، سر قليل جدا اللي يعرفون هذا الشيء في اللعبة. نادر أشوف ناس تعرف هذا اللعبة، يمكن بس 2 أو 3% من لاعبين كلاش اوف كلانز يعرفون هذا السر. طبعا أنا أساس قناتي مبني على الثقة والأمانة وعدم يعني إني ما أزود أو أبالغ في وصف الأشياء. وأنا يوم أقول سر خطير جدا جدا في لعبة كلاش اوف كلانز ما أبالغ أبدا أبدا أبدا، بالعكس أنا أتكلم بكل يعني مستحيل يكون مبالغ في أي شيء حتى أقوله في أي فيديو من بالقناة مستحيل أكون مبالغ فيه. أقول كل شيء، أوصف كل شيء حسب الشيء اللي يستاهله. عشان كذا أنا أقول هذا السر خطير ولازم الكل يعرفه عشان مفيد جدا جدا جدا. خليك معي في الفيديو وركز على اللي بقوله عشان بتكلم في هذا السر أو الشيء الموضوع المهم جدا. أول شيء خلينا ندخل في الموضوع والزبدة. السر يتعلق في الموارد، في موعد او وقت معين في لعبة كلاش اوف كلانز تهجم فيه تحصل موارد يعني اكثر من ما انت متصور. طبعا خلينا نتكلم شوي عن التحديثات. مثلا انت لو صار تحديث جديد في لعبة كلاش اوف كلانز، اول شيء بتسويه تدخل على اللعبة مثل اي واحد، يعني بتدخل بتشوف وش صار اشياء جديدة بالتحديث. بس انا لا صراحة، انا اول ما يصير تحديث اتوجه مباشرة على المتجر سواء جوجل بلاي او ابل ستور، اسوي تحديث بسرعة للعبة وادخل على طول. وش اول شيء اسويه؟ اول خطوة اسرع كل الثكنات بالجواهر مع كل مصانع المشروبات والملوك كلهم، كل شيء اسرع. ليش اسرع؟ عشان هذا هو الوقت او الزبدة اللي بتكلم عنها. اي تحديث بيصير في كلاش اوف كلانز لا تهتم للاشياء الجديدة بالتحديث، اهتم بالموارد حصرا. انا انتظرت كثير صراحة عشان انزل هذا الفيديو. ليش؟ عشان اكون متأكد 100% من النقطة اللي بقولها. وانا ذحين متأكد 1,000,000% من يلي بقوله، وهو ان الهجمة بعد التحديث اقل هجمة موارد بتحصل 400,000 برا القرية بالمصانع. طبعا أنا أتكلم أقل شيء، المتوسط هو 600,000 700,000 وتوصل للمليون من دون أي مبالغة. طبعا هذا في الربع ساعة الأولى بعد التحديث. وبعدين تقل الموارد، بس ما تروح، لا ما تروح الموارد، يعني صح تقل بس تروح. خلينا نقول أول ساعة في اللعبة يكون شيء يعني خرافي. أنا صراحة هذا التحديث آخر تحديث صار حق مخزن الموارد مع التحديث الجديد. أنا أول ما هجمت خلال ساعة، والله إني هجمت خلال ساعة فللت المخازن مرتين. يعني شيء ما يصدق صراحة. 8 مليون و8 مليون في المخزنين اكسير وجولد، يعني جبت 16 مليون جولد و16 مليون اكسير فقط في ساعة اللي الناس كلها ما تهجم، الناس كلها تشوف الاشياء الجديدة تصير بالتحديث وهو ما يعرفوا هذا السر اللي نادر اشوف حد يعرفه طبعا غير جماعة كلاني، عشان قلت لهم اول ناس وهم صراحة صاروا يشكروني على هذا الشيء يعني. ومنهم الاخوان يعني صراحة شيء أتمنى من الجميع يجربه قبل لا يحكم على المقطع ويقول لا كذب ولا شيء. أقل هجمة بتحصلها 400,000، ولو ما حصلت تعال قول لي وأنا جاهز. أنا متأكد 100% من الكلام اللي بقوله، متحمل مسؤولية، والمسؤولية في أي شيء أقوله. الموارد اللي بتجيك بعد أي تحديث خلال الساعة الأولى والساعة الثانية صح بتقل، بس موارد خرافية. أضمن لك تفلل مخازنك فوق المرتين، تطور جدارك وتطور أي شيء تبغاه خلال الساعتين الأولى بعد التحديث. لو عجبك المقطع لا تنسى تدعمني. وش تخسر أنت اللي جالس تشوف المقطع وأنت مو مشترك بالقناة؟ وش تخسر لو ضغطت اشتراك؟ أنا أقول لك وش بستفيد. الاستفادة لو ضغطت اشتراك أنا عن نفسي بتحفز وبتشجع. والله ما في شيء يشجعني في القناة أكثر من الاشتراكات واللايكات والتعليقات. يعني أنت يوم تحط لايك للفيديو تدعمني. أنا أشوف في ناس تعجب بالفيديو، في ناس تحط لي لايك، يعني استمر واصل يا أخي. وبكذا أنا أتحمس وأكيد يعني بالغصب بنزل لكم فيديوهات جديدة. واللي الناس وجماعة التعليقات، والله أنا مستحيل أرد واحد، مستحيل يعلق واحد في القناة وما أرد عليه. سواء كان طالب مني طلب مستحيل أرده، سواء طالب مني ملاحظة مستحيل ما أحسنها.
واي شيء اي شيء في راسكم اكتبوا لي في التعليق. واتمنى اتمنى 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 لو ما انت مشترك في قناتي تشترك. وانا وبالنهاية احنا اخوان ويعني الزبدة اي واحد يبغى يشترك في قناتي مبدأها الاخوة في اول شيء. كلنا واحد، مستحيل اتجاهل تعليق، مستحيل اسوي اي شيء لتعليق معين. وبس في نهاية المقطع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.